عز وجل حول ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته كما سيأتينا إن شاء الله في حلقات قادمة. هذا التصور الوجودي عن الله هو الذي تنبع عنه بقية التصورات، تصور عن النبوة، تصور عن الإيمان بالآخرة، تصور عن الكتاب، تصور عن المسؤولية الجزائية في الآخرة. كل ذلك يبنى على مسألة التصور حول وجود الله سبحانه وتعالى. نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى حول الأدلة العقلية فيما يتعلق بالجوانب التي يتم من خلالها الاستدلال. ذكرنا في الحلقة الماضية حول خصائص الاستدلال العقلي في القرآن، ولكن اليوم نأتي إلى الدلالات. هنالك فيما يتعلق بالدليل العقلي يستخدم علماء الكلام وعلماء الفلسفة والباحثين في الأديان الذين يتكلمون عن وجود الله سبحانه وتعالى في دليل الأدلة العقلية. أقوى أدلتهم في مسألة الوجود الله سبحانه وتعالى هو ما يسمى بدلالة الخلق والإيجاد. دلالة الخلق والإيجاد هذا من أقوى الأدلة بعد دليل الفطرة، يعني بعد دليل الفطرة من أقوى الأدلة العقلية التي يتم الاستدلال بها على وجود الله سبحانه وتعالى، وهذا الخلق وهذا الوجود الذي أمامنا، هذا الواقع الذي لا يستطيع أحد أن ينكره، هذه السماوات، هذه الأرض، هذه النجوم، هذه الكواكب، هذا الإنسان الذي يتحرك في الأرض، عالم النباتات، عالم الأشياء، عالم البحار، كل هذا الوجود لا بد له من موجد. هذه تقريبا جوهر استدلال العقل بمسألة الخلق. ويقوم هذا الدليل على فكرة مركزية أساسها بأنه ما وجد، كل شيء وجد من عدم لا بد له من سبب في وجوده. أي شيء لم يكن موجودا محكوم عليه بالعدم، مسبوق بالفناء، ثم وجد لا بد له من موجد، ولا بد له من خالق، ولا بد له من مسبب. هذه مسألة عقلية، يعني دليل عقلي، بمعنى أنت مثلا مررت اليوم بمكان ولم تجد إشارة معينة، مثلا جبل أو صخرة أو نهر، ثم مررت اليوم الثاني ووجدت أن هنالك شيء تغير، وأن هنالك في طريقك الذي كنت تسير في هنالك شيء ظهر بعد أن لم يكن شيئا. فهنا مباشرة العقل بمقدماته الطبيعية وجود هذا الأمر الذي حدث يسمى حادث، بمعنى أنه لم يكن قديما أزليا ولكنه حادث موجود جديد. هذا الحادث لا بد له من محدث. مباشرة العقل يقول لك بأن والله هذا الحادث لا بد له من محدث، وأن ما كان ممكنا أي شيء ممكن الوجود، والشيء الذي لم يكن ثم كان هذا يقال عنه ممكن الوجود، أي أنه كان بعد أن لم يكن فصار ممكنا. فهو مفتقر حتما إلى وجود واجب أحدثه. هنالك طبعا 3 مستويات يتكلم فيها علماء الكلام في قضية الوجود. الأول هو ما يسمونه بالمستحيلات الوجودية، بمعنى شيء يستحيل أن يوجد، لا يمكن أن يوجد، فهذا يحكم عليه العقل بالاستحالة، شيء غير ممكن. وغير الممكن لا يمكن أن يكون، يعني الذي يحكم العقل باستحالته فهو لا يمكن أن يكون. الثاني هو الممكن الوجود، هو الذي يتقبل العقل فكرة وجوده وقابلية وجوده. الثالث ليس هو مستحيلا ولا هو ممكنا، ولكنه واجب الوجود، أي أنه ليس مستحيل وليس أيضا مسبوقا بعدم فيكون ممكنا، فهذا يسمى واجب الوجود. فالممكنات تحتاج في إيجادها إلى ما هو ليس بمسبوق بعدم، وهو واجب الوجود، أي الذي وجوده حتمي فليس بمسبوق بعدم، ولا يكون عنه السؤال بسؤال الخلق، لا يكون السؤال عنه بسؤال الخلق. فأنت المخلوقات كلها يمكن أن تسبقها بسؤال الخلق. أنا مثلا سبب وجودي أن هنالك رجل وامرأة تزوجا، طيب هذا الرجل والمرأة كيف جاءوا إلى الوجود؟ أيضا ستقول رجل وامرأة إلى أن تصل آدم عليه السلام. تتسلسل معك هذه الأمور إلى أن تصل في نهاية المطاف إلى شيء تنتهي إليه هذا التسلسل، وهو شيء واجب الوجود، أي أنه في وجوده لا يفتقر إلى غيره، ووجوده حتمي، وجوده أزلي تنتهي إليه الخلائق كلها. وهذا تقريبا هو مسألة دليل العقل الذي نتكلم عنه وفكرته. فهو واجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى. وذلك السبب في التصور الديني الذي تنتهي إليه كل الأسباب،
هو الله سبحانه وتعالى واجب الوجود. واصطلح على هذا بالدليل، هذا الدليل الذي ذكرناه يتكلم عنه العلماء بدليل العقل ودليل الإيجاد ودليل الحدوث ودليل الاختراق، ويسمى أحيانا بالمحرك الأول أو الفاعل الأول، ويسمى الدليل الكلامي والدليل الكوني، وهو أيسر الأدلة وأوضحها. هذا الدليل الذي نتكلم عنه هو من أيسر الأدلة وأوضحها على وجود الله سبحانه وتعالى، وهو دليل شائع بين كل أهل الحضارات الذين يؤمنون بالله. كل أدلتهم غالبا هو دليل العقل. وهذا الدليل يقوم على مقدمتين. المقدمة الأولى أن الحوادث موجودة أمامنا بالحواس، هذه الحواس تثبت لنا وجود موجودات، تثبت لنا وجود حوادث، وهذه الحوادث عقلا نحن متأكدين بأنها مسبوقة بالعدم. في السابق مثلا كان الملاحدة عندما يجادلهم أهل الإيمان من أهل الأديان كانوا دائما يقولون هذا الوجود أزلي ليس مسبوقا بعدم. كانوا يقولون هذا، كانوا يقولون بأن هذا الوجود، لماذا تفترضون علينا بأن هذا العالم حديث، هذا العالم حادث؟ نحن نقول بأن هذا العالم قديم أزلي ليس مسبوقا بعدم، حتى يهربوا أو يخرجوا من دائرة الإقرار بخالق تنتهي إليه الخلائق. فهم يقولون لا، نحن ننزل نفس هذا الكون منزلة الإله فهو أزلي. إذا أنتم تقولون بأن الإله أزلي فنحن نقول بأن الطبيعة طبيعة أزلية. ولكن الآن العلوم الحديثة، الفيزياء وغيرها من العلوم الحديثة، أثبتت بأن كل هذه المخلوقات لها نقطة بداية، لها نقطة بداية. يعني العلم الآن صار يساعد في فكرة الإيمان، العلم يخدم الإيمان، وهكذا كما قال الله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بالرغم من الله سبحانه وتعالى يقول ما أشهدتم خلق السماوات والأرض، ولكن قال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. إذن هنالك إمكانية علمية للتوصل حول فكرة البدء في الخلق وطريقة هذا الأمر. والآن على كل البشرية استطاعت بفضل الله سبحانه وتعالى في العلوم وتطورها، استطاعت على الأقل في عالم الموجودات أن تحدد نقطة بداية، وتقريبا الآن تشير معظم القواعد العلمية الحديثة إلى ما لا يقل عن 14 مليار سنة تقريبا بداية الكون، يعني 13.8 مليار سنة بداية الكون. بغض النظر عن الرقم قد يكون أكثر قد يكون أقل، ولكن ما أريد أن أصل بأن العلم يثبت بأن هنالك نقطة بداية. لكن انظر إلى هذا الأفق العميق والبعيد، 13 مليار سنة، هذه قبل خلق السماوات وقبل خلق الأرض، هنالك نقطة على كل بدأت منها الخليقة. إذن العلم يخدم هنا الإيمان. إذن أثبتنا أو أثبت العلم بأن العالم حادث، خلافا لمن كان يزعم بأن هذا العالم قديم وأن هذا العالم أزلي. لا، الآن يثبت لنا العلم بأن العالم الذي أمامنا سواء كان من الإنسان أو الحيوان أو الكواكب والنجوم وغيرها من عالم الكون الفسيح له نقطة بداية، وينطلق من نقطة ذرية معينة، نقطة معينة ينطلق منها هذا الكون. المقدمة الثانية، الأولى قلنا أن هذه الحوادث لها بداية، وهذه البداية على كل من ناحية علمية هنالك من أشار إليها. النقطة الثانية أن هذه الحوادث لها دلالة على وجود سبب. هذه الحوادث بما أنها لها نقطة بداية إذن هي حادثة. السؤال من الذي أحدثها؟ العقل يقول كل حادث لا بد له من محدث، كل سبب لا بد له من مسبب. ويكثر هنا نحن المقدمة الثالثة، النتيجة هو أن المقدمة الأولى التي تقول بحدوث هذه الأكوان ونقطة بدايتها، المقدمة الثانية التي تقول لا بد من كل حادث أن يكون له محدث، فنحن نقول بأن من أحدثها هو الله، أن من أحدثها هو الله. يكثر القرآن الكريم الاستدلال بالحوادث، يستدل القرآن الكريم على خلق الإنسان، ويستدل على خلق النباتات، ويستدل على خلق الجمادات، وعلى عالم البحار، وعالم الملكوت العلوي، وكل الملكوت العلوي والسفلي. كل ذلك يتكلم عنه القرآن الكريم لأنه يعني هو شيء مباشر وموجود، يعني أنت تعرفه بالحس والمشاهدة، فيستدل لك الله سبحانه وتعالى على هذه الموجودات المشاهدة بالحس وتلمسها وتشاهدها، يستدل الله سبحانه وتعالى عليها بالخالقية، يستدل بالخالقية.
يقول الله سبحانه وتعالى مثلا: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، مثلا جوابا على ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. يعني الإنسان مشكلته أحيانا في إشكالية الخلق الثاني اللي هي الإحياء. الله عز وجل يرد عليه، يقول الإنسان: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. يقول الله ردا على ذلك: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. إذا أنت خلقت من لا شيء، خلقت من العدم، وخلقك الله سبحانه وتعالى، فإن العودة في الخلق الثاني أسهل من الخلق الأول، لأن الخلق الأول خلق من عدم وليس هنالك تجربة أمامية ماثلة، ولذلك الخلق الثاني بطبيعته فهو أهون على الله سبحانه وتعالى. ويقول كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. هنا على يعني الله سبحانه وتعالى في سورة مريم يتكلم عن زكريا، قال ربي أنى يكون لي غلام، أنى يكون لي غلام. والله عز وجل قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. بالنسبة لخلق عيسى عليه السلام أيضا مريم تقول أيضا أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. يعني هي لم يحصل لها أي شكل من أشكال اتصال مع الرجال، لم تكن منها. فالله سبحانه أيضا يجيبها، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس. وهنا يعبر عن قضية الآية من آيات الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا يشير الله سبحانه وتعالى إلى مسألة مهمة جدا، وهي النظر في ملكوت السماوات والأرض والنظر في الأنفس لتدلك على خلق الله سبحانه. ومن أشهر الآيات على دليل الخلق، من الآيات المهمة جدا في الأدلة العقلية القرآنية على دليل الله، آية في سورة الطور الله سبحانه وتعالى يقول فيها: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. سنفصل في هذه الآية إن شاء الله بعد قليل، فلا تذهبوا بعيدا. السلام عليكم. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة. وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج معا ننهض مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إن شاء الله في دليل العقل حول وجود الله سبحانه وتعالى، وكنا وقفنا عند قوله تبارك وتعالى:
وهو استدلال عقلي ورد في سورة الطور، وهو قوله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. هنا نلاحظ بأن القرآن الكريم يورث 3 احتمالات، وكلها سلبية ومنفية وغير ممكنة، ثم يبقي لك على الدليل أو الاحتمال الرابع، وهو الذي تقوم عليه الرؤية الدينية. يقول الله سبحانه وتعالى في الاحتمال الأول: أم خلقوا من غير شيء، بمعنى هذه السماوات والأرض والنجوم والكواكب والإنسان والأفلاك وكل ما نراه من عالم النبات وعالم الحيوان والأرض وقضايا الإبداع في هذا الكون الفسيح، كل ذلك أم خلقوا من غير شيء، بمعنى أن الكون وجد هكذا بلا شيء. هذا طبعا يكفي الحديث عنه في أنه نوع من السفسطة والتهافت والهراء. يعني لا يتوقع بأن هذا الكون وفقا لما قدمناه بمقدمات عقلية، وهو أن العقول تقول بأن كل حادث لا بد له من محدث. أم خلقوا من غير شيء، يعني هل هؤلاء خلقوا من غير شيء، وجدوا بلا سبب؟ وطبعا هنا العقل والفطرة يقولان لا، مستحيل أن هذا الكون يوجد بلا سبب. الآن في حياتك كلها لو قابلت هؤلاء الذين ينكرون وجود الله أو الذين يقولون أن الكون وجد هكذا دون سبب، لو أردت في حياتهم العادية أن تقول لهم ابنوا حياتكم بلا أسباب لا يستطيعون. ولو ضربت أحدهم ثم قلت له هذا ضرب بلا سبب لا يتقبله، إلى غير ذلك. فهو الإنسان يناقض نفسه بنفسه عندما يتبنى مسألة نفي الأسباب أو وجود الحياة دون مسبب. فأم خلقوا من غير شيء مستبعدة، مع أن هنالك من علماء الفيزياء من قال بذلك، قالوا بأنه والله لا، ليس مع احتمال أن هذه الاحتمالية تكاد تكون في استبعادها تصل إلى ملايين الاحتمالات في نفيها. ليس هنالك إمكانية أصلا لأن يوجد هذا الكون بهذه الصورة بلا سبب وبلا أن يكون له خالق. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. طيب، خلقوا من غير شيء قلنا منفية. أم هم الخالقون أي أنهم هم خلقوا أنفسهم بأنفسهم، يعني شيء وجد من ذاته. وهذه للأسف الشديد أيضا كما ذكرت بأن الذين يهربون من الإحالة إلى الله والقول بأن الله هو الذي خلق الخلق، منهم من أراد أن يقول ضمن قوانين الجاذبية أيضا هذا الكون وجد هكذا. طيب، عرفوا لنا مقولتكم بأن هذا الكون وجد من العدم، فيقولون العدم شيء وجد بعده هذا الوجود، فتجد هنالك تناقض. العدم كيف يكون شيئا، ثم من العدم كيف يوجد شيئا؟ هو أصل العدم لا شيء، العدم لا شيء، والعدم كل ما يمكن أن تملكه هو العلم به، العلم بأنه عدم، لكنك لا تستطيع أن تعرفه، لا تستطيع أن تعرف. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أي أنهم هم خلقوا أنفسهم بأنفسهم، أو أن العامل الثالث أن البشر وهذا العالم الحي خلق السماوات والأرض، أي عالم الحيوان خلق عالم الجماد. أيضا هذا لا يقول به أحد، ليس هنالك من البشر مثلا من يجرؤ إلى هذه اللحظة على الأقل، لم يجرؤ علماء الفيزياء بالقول بأن هذا الكون خلقه الإنسان. إذن القول بأن الكون خلق من لا شيء مستبعد، القول بأن الكون خلق نفسه بنفسه مستبعد، القول بأن الإنسان خلق الجماد خلق السماوات والأرض أيضا مستبعد. فلم يبقى إلا الخيار الرابع أو الاحتمال الرابع، وهو أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الإنسان. على كل هذه من أكبر الأدلة على التي يستدل بها كأدلة عقلية في القرآن الكريم، ووردت بهذه الصورة. إذن سقطت الاحتمالات الثلاث وبقي الاحتمال الوحيد، وهو أن هذا الكون إذن لا بد له من فاعل ولا بد له من خالق، وأن هذا الخالق لا يمكن أن يكون جزءا من ذات الحوادث والممكنات، بل شيء مغاير عنها مباين لها. فلا يمكن أن نقول بأن الشيء خلق من نفسه أو من نفس جنسه، هذه مسألة مستبعدة. فالكون إذن خلق له فاعل وخالق، وهو إما أنه من جنس المفعول وهو الطبيعة،
أو ليس من جنسه، أي ليس من جنس الطبيعة. فالذين طبعا نفوا وجود الله سبحانه وتعالى الآن خاصة في أوروبا وغيرها، مثلا الحضارة الغربية بشكل عام التي تتجه نحو الإلحاد بشكل متهافت جدا، هؤلاء قالوا بأن هذا الخلق خلق من نفسه وخلق من ذاته هروبا من الاعتراف بالله سبحانه وتعالى. لكن أهل الإيمان يقولون بأن هذا الوجود الذي هو حادث لم يكن موجودا من حادث مثله، ولم يكن موجودا من ممكن مثله، إنما هو موجود من شيء مغاير له، وهو الله سبحانه وتعالى المباين للخلق المفارق له، الذي هو ليس من جنسه وهو واجب الوجود وليس ممكن الوجود ولا مستحيل. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقد دار الحوار بين موسى عليه السلام وفرعون، وهو ينكر ربوبية الله سبحانه وتعالى ويدعي الربوبية، يقول: أنا ربكم الأعلى. يحاور موسى يقول: قال فرعون وما رب العالمين، على سبيل الإنكار. عن أي رب تتكلم يا موسى؟ عن أي خالق تتكلم؟ يقولها على سبيل الإنكار. فأجابه موسى عليه السلام بأن الله أعرف من أن ينكر وأظهر من أن يشك فيه ويرتاب. فقال ردا على فرعون: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. أي هذا الذي أنت تنكره لعدم يقينك به هو رب السماوات والأرض. أحاله إلى دليل الخلق والإيجاد، فكأنما يقول له بأن ما نستدل به على وجود الله سبحانه وتعالى وربوبيته هو هذا الخلق، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ويشير القرآن إلى أن الذي جعلهم لا يوقنون ولا يعترفون هو الجحود والإنكار، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن هؤلاء أنكروا وجود الله سبحانه وتعالى جحودا واستعلاء على الله وعلى خلقه، ظلما وعلوا. ثم أيضا يرد القرآن عليهم، هؤلاء يرد القرآن عليهم بذات المنطق العقلي. يقول الله سبحانه وتعالى: رب المشرق والمغرب وما بينهما، كما قال رب السماوات والأرض وما بينهما، قال أيضا رب المشرق والمغرب وما بينهما. هناك قال إن كنتم موقنين، وهنا قال إن كنتم تعقلون، أي شيء من إعمال العقل والتفكر والتدبر والنظر في الكون سيريكم ذلك الله سبحانه وتعالى. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم وفي كل شيء له آية يدل على أنه الواحد. وهنا طبعا رد الله سبحانه وتعالى إن كنتم تعقلون، لأنهم اتهموا رسولهم موسى عليه السلام بأنه مجنون، فقالوا إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. الله سبحانه وتعالى رد عليهم الأمر بأنهم هم من يمكن أن يوصفوا بالجنون وليس موسى عليه السلام. كما نجد أيضا ذات الطريقة في الاستدلال العقلي مع إبراهيم عليه السلام، نلاحظها مع موسى ونلاحظها كذلك مع إبراهيم عليه السلام، عندما كان النمرود ينكر وجود الله سبحانه وتعالى فحصلت المحاجة بينه: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. فحصلت المحاجة بين إبراهيم، فهذا إبراهيم قال: ربي الذي يحيي ويميت، لأن الله سبحانه وتعالى الذي أؤمن به هو الذي يملك الإماتة ويملك الإحياء الطريقة المعهودة. فهذا قال: أنا أحيي وأميت بفهمه المحدود. يمكن أن يأتي بشخصين يقول أميت هذا وأحيي هذا. فإبراهيم عليه السلام ترك هذا النوع من الاستدلال، ذهب إلى استدلال آخر أكثر وضوحا ويصعب أيضا الخروج عليه، فقال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هنا نلاحظ كيف أن الاستدلالات العقلية عند الرسل كانت مباشرة وقوية وواضحة وتلامس الفطرة. هذا تقريبا ما أشار إليه القرآن الكريم في استدلال إبراهيم عليه السلام. ونلاحظ هنا البرهنة على مقدمات الدليل ونتيجته. فالمقدمة الأولى هي الحوادث، كيف أنهم يتكلمون عن. المقدمة الثانية أنه لكل حادث لا بد له من محدث. النتيجة أن الله هو الذي أحدث هذه الحوادث. هذا فيما يتعلق بالجانب الأول من الأدلة العقلية، وهو دليل الخلق ودليل الإيجاد، وكيف أن وجود الخلق في ذاته
هو دليل على الله سبحانه وتعالى بمقدمات عقلية ومنطقية لا يمكن الفكاك عنها إلا على سبيل الجحود وعلى سبيل التشكيك الذي لا يبنى على حقائق، لأن الذي ينكر وجود هذه الحقائق ينكر وجود ذاته، والذي ينكر ذاته بطبيعة الحال لا تنتظر منه بعد ذلك أن يعترف لك بشيء، أنه هو نفسه يقول لك أنا غير موجود، أو ربما يقول لك أنا لا أعرف هل أنا موجود أو غير موجود. الدليل الثاني من الأدلة العقلية هو تقريبا مكمل لمسألة دليل الإيجاد ودليل الخلق، وهو أن هذا الخلق الذي تكلمنا عنه، عالم الإنسان وعالم الحيوان وعالم البحار وعالم السماوات بما فيه من ملكوت ضخم جدا، من مجرات، يعني كل هذا الكون من الذرة إلى المجرة، هذا الخلق ليس خلقا عشوائيا. فالخلق كخلق يمكن أن يكون خلقا بعيدا عن ترتيب، بعيدا عن التنظيم. يمكن أن تجد كوم هائل من التراب، ويمكن أن تجد كوم هائل من الحديد، ولكن غير مرتب وغير منظم وغير، على الأقل لا تظهر فيه الدقة والإبداع. ويمكن أن تقول صحيح هنا في إيجاد وله موجد، لكن عندما تجد أن هنالك أمرا محكما ودقيقا وحساسا وينتظم ضمن قانون يعني لا يخرج عنه ولملايين السنين، وضمن حركة منتظمة ومنضبطة وسنة مضطردة لا تختلف أبدا على مدار السنين ومنذ أن خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض، هنا يدخل عليك شيء آخر، ليس قضية الخلق فقط، ولكن الدليل الآخر هو دليل النظم والإحكام ودليل الإبداع. فالله سبحانه وتعالى يسمى الخالق، ولكنه أيضا يسمى الباري، وهو أيضا المبدع جل جلاله والمحكم لخلقه، ومن أسمائه الحكيم. فهنا الدليل الثاني الذي أيضا يستند إليه علماء الأديان في وجود الله سبحانه وتعالى هو دليل النظم والإحكام، وهو ما سنتكلم عنه إن شاء الله بعد الفاصل، فكونوا معنا. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج معا ننهض مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. نواصل إن شاء الله في النوع الثاني من أدلة العقل. الدليل الأول هو دليل الخلق والإيجاد، الدليل الثاني هو دليل النظم والإحكام. فليس لا خلقا عاديا ولا خلقا دون تنظيم ولا خلقا ليس فيه إبداع، قدر ما هو خلق منظم ومرتب وصالح للبقاء وصالح للحياة
وصالح لأن يعني ما من شيء يتمناه الإنسان أن يكون على وضعيته الطبيعية إلا وهو على ما هو عليه، بل وأفضل. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يعني سنرى كيف أن أسماؤه تتجلى في هذا الخلق. فالخلق أهم صفة الآن، أهم اسم سنأخذه من مسألة الخلق الخالق، وستأتينا أسماء أخرى من خلال أيضا هذه، لأن الكون كله مظهر من مظاهر أسماء الله وصفاته، فأسماؤه كلها كما ستأتينا فاعلة وعاملة وتتجلى لنا في كونه. فالفكرة المركزية هنا في ذي النظم والإحكام هو أن الفكرة تقوم على أن الكون الذي نحن فيه كون شديد الإتقان والإحكام، وأنه تم ضبطه إلى حد كبير جدا، وهو مناسب للخلق، ولو كان بهيئة أخرى لما كان صالحا للحياة والبقاء، وهو واضح لمن تأمل نفسه وتأمل الآفاق. يقول الله سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وهنا حتى لا نذهب بعيدا، الله عز وجل يقول لنا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذا أردت أن تنظر إلى الإحكام فانظر إلى نفسك، لا تذهب بعيدا، انظر تأمل في نفسك. ولذلك صدق من قال: من عرف نفسه عرف ربه. من عرف نفسه عرف ربه، من تأمل نفسه ونظر إليها وتأملها وأدرك حقائق الخلق فيها، وأدرك أسرار هذه النفس البشرية وأسرار الخلق في داخل النفس. دعك من المجرات، انظر في نفسك فقط، ستخرج بنتائج مذهلة. فتعال معي أخي الكريم، أختي الكريمة، نلاحظ أن الآن ابن آدم، بنو البشر في هذا الكون الآن على هذه الأرض، هم عبارة عن 7 مليار و500 مليون، يقارب 8 مليار تقريبا. هؤلاء كبشر الآن موجودين على الأرض. هؤلاء البشر كل واحد منهم يتشكل من 30 تريليون خلية. يعني كل واحد مننا فيه 30 تريليون خلية. يعني التريليون دي عبارة عن واحد وخط أمامه 12 صفر. 12 صفر. يعني المليار 9 أصفار، المليون 6 أصفار، التريليون 12 صفر. كل خلية، كل جسم في جسم الإنسان، كل إنسان في داخله خلايا العيون وخلايا الأنف وخلايا الأسنان وخلايا السمع وخلايا المخ وخلايا الأعضاء. هذه الخلايا مليارات الخلايا، يعني عبارة عن 30 تريليون خلية في جسمك، هذا الإنسان الضعيف الذي يتطاول على الله سبحانه وتعالى ويقول بأنه ما خلق، ما ليس له خالق. انظر إلى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أنت هذا الإنسان الضعيف اللي نحن بمجموعنا 7 مليار و500 مليون شخص على وجه البسيطة، نحن نوجد في منطقة اسمها الأرض. هذه الأرض عبارة عن جزء من مجموعة تسمى المجموعة الشمسية. هنا طبعا قبل أن نأتي المجموعة الشمسية، أنت الآن فيك 30 تريليون خلية في داخلك. هذه الخلايا فيها مجاري الدماء ومجاري المياه ومجاري الدموع ومجاري العرق ومجاري الفضلات ومجاري الهواء، الأكسجين، إلى غير ذلك مما تكلم عنه. يعني يمكن داخل جسم كل إنسان، وهذه المجاري من حكمة الله فيها أن بعضها لا يمكن أن يقبل إلا السير في اتجاه واحد. يعني لا تسمح هذه المجاري السير في الاتجاه المعاكس، تجدها كلها تجري في خط معين رسمه الله لها منذ أن خلقها. أي شكل من أشكال العطل في هذه الخلايا ينجم عنه عطل على مستوى الجسد، تنشأ حالة مرضية. تصور حالة مرضية. يعني إذا استقام جسمك وعملت الخلايا بشكل صحيح فأنت شخص سوي ومستقيم وصحي. إذا حصل أي خلل في جسم الإنسان سواء بطول الزمان أو بحادث من الحوادث، فإنه ينعكس مباشرة في أن يكون شخصا غير فاعل. ومثلا لو عطل الله فيك فاعلية الكلى، هذه الكلى التي تعمل يعني عشرات العقود، بعض الناس يعيشوا 70 بعضهم 80، مجرد ما تحصل سبحان الله عطل في الكليتين وتحتاج إلى أن تغسل الكلى، هنا يعرف أصحاب هؤلاء، نسأل الله يعافينا ويعافيكم ويعافي جميع البشرية ويعافي مرضى المسلمين جميعا. ولكن قصدي كيف أن الإنسان لما ينزع الله منه النعمة يدرك حقيقتها. فتصور الذي حبس الله عنه البول
ولا يستطيع أن ينقي على الأقل هذه الكلية التي تقوم بإجراءات ضخمة جدا، لما يقول لك خلاص أنت تحال إلى غسيل الكلى واذهب بعد ذلك وادفع، تعلم كم أنعم الله عليك في حياتك، ولكن قليل من الناس الذين يشكرون الله سبحانه وتعالى. فعلى كل، هذه النفس البشرية. تعال بعد ذلك إلى أنت هذا الإنسان البسيط، وجودك أيضا على وجه إيه؟ على وجه هذه الأرض. هذه الأرض عبارة عن شيء بسيط وصغير جدا في مجموعة تسمى المجموعة الشمسية. هذه المجموعة الشمسية لو أردنا أن ندرك حجمها ستجد أنها ضخمة وهائلة جدا. يعني المجموعة الشمسية تتواجد ضمن مجرة تسمى درب التبانة. هذه المجرة التي منها مجموعتنا الشمسية، هنالك مجرة تسمى مجرة درب التبانة. درب التبانة هذه تقريبا مجرة درب التبانة هذه فيها تقريبا من 100 إلى 400 مليار نجم. هذه المجرة الواحدة. المجرة الواحدة اللي هي مجرة درب التبانة هذه التي نحن جزءا منها، يعني من 100 إلى 400 مليار نجم. يعني لو أردنا مثلا المجموعة البسيطة التي تسمى بالثريا، كثير من الناس يسمعنا، هذه الثريا يقال بأن مجموعة من 500 نجم. مجموعة من 500 نجم. كل نجم من هؤلاء من 1 إلى 250 من مجموعة الثريا هي أكبر من الشمس، هي أكبر من الشمس، وما بعد ذلك تتراجع. لكن من 1 إلى 250 في المجموعة هذه التي نراها ربما بالعين المجردة تراها بسيطة، لكن لما تضخم تشوفها بالمنظار قد تصل إلى 100 200 هكذا، لكن هي يقال عنها بأنها 500 نجم. تصور هذه مجموعة بسيطة في المجموعة الشمسية، ثم هي المجموعة الشمسية جزء من مجموعة درب التبانة. درب التبانة فيها من 100 إلى 400 مليار نجم. تصور هذا الخلق العظيم. هذه المجموعة إذا كان هذه مجموعة واحدة اللي هي مجرة واحدة، كم مجموعة المجرات الموجودة في الكون؟ يقال بأن المجرات بمجموعها، مجرتنا هذه واحدة، لكن المجرات الموجودة على مستوى الكون من 100 إلى 200 مليار مجرة. من 100 إلى 200 مليار مجرة. يعني هذا المكتشف حتى الآن، وهنالك ما الله به عليم، أن خلق الله السماوات والأرض يقول وإنا لموسعون. أنت لا تعرف الآن مل. لما جاء هؤلاء لقياس على الأقل هذه الأحجام طبعا صعب، من الصعب جدا أن تقاس بالكيلومترات. فالقياسات في عالم الفضاء ليس بالكيلومترات، إنما قياسات بسرعة الضوء، يقيسونها بسرعة الضوء. فمثلا سرعة الضوء هي عبارة عن 300 ألف كيلومتر في الثانية. 300 ألف كيلومتر في الثانية، يعني الضوء عندما ينطلق هذه سرعته، يقطع الضوء 300 ألف كيلومتر في الثانية الواحدة. هنا لاحظ الآن المسافة بين القمر وبين الأرض وفقا لقياس السرعة الضوئية، المسافة بيننا وبين القمر ثانية واحدة بسرعة الضوء، والمسافة بين الشمس وبين الأرض 8 دقائق. لاحظ، يعني شيء هائل جدا، قياسات هائلة جدا. لما أرادوا أن ينظروا إلى هذا الكون حتى الآن المدرك عندهم، كم سعة أقطاره، كم سعة أقطار هذا الكون، أو سعة يعني عشان تحسب من القطر إلى القطر بسرعة الضوء طبعا، وليس بالسرعة أو بالمسافات العادية بالكيلومترات، لا، هي عبارة عن 93 مليار سنة ضوئية. هذا الكون سبحانك ما عبدناك حق عبادك. ثم بعد ذلك يقولون بأن والله هذا الإنسان خلق صدفة، وهذا الكون وجد بهذه الصورة المتقنة التي فيها الإبداع، التي تتكشف للإنسان يوما بعد يوم ليرى فيها الإنسان عظمة الله. ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وإن دليل الإتقان والإحكام يجرنا إلى أمر آخر، وهو مهم جدا من حيث الأدلة، وهو دليل العناية الإلهية. فإن كل هذه الأدلة التي ذكرناها، وأنا حاولت أختصر بحيث بس أنت في الآفاق وفي النفس، هذا بسيطة جدا. لو دخلت وتأملت، حتى لو دخلت في عالم الإنترنت ودخلت في عالم المجرات، شيء مذهل مذهل مذهل، حجم هذا الكون وحجم هذا الإبداع، بحيث حتى لو أراد الإنسان أن يضع وفقا لنظرية الاحتمالات، فإن إمكانية خلق هذا الكون بالصدفة يكاد يكون شيء أقرب إلى
إلى يعني بل هو كذلك، هو مستحيل، هو مستحيل. فخلاصة ما أريد إن شاء الله أن أختم به في هذا اليوم، أن مسألة العناية الإلهية في الخلق، والعناية الإلهية في الإبداع، والعناية الإلهية في الإحكام، يصاحب ذلك أيضا مسألة العناية الإلهية التي تصاحب الإنسان في كما صاحبه في الإعداء، صاحبه في الإيجاد وصاحبه في الإعداد، يصاحبه في الإمداد. وهو أن أختم بها نموذج بسيط، وهو الطفل في بطن أمه. انظر، تابع هذا الطفل من لحظة بطن أمه إلى خروجه، إلى أن يصير صبيا، إلى أن يكون كبيرا. انظر كيف أن الله أمده داخل بطن أمه، ثم أمده عند خروجه، وما هي الخطوات، وكيف أنه يلهم الله سبحانه وتعالى هذا الطفل، ثم يهيئ المرأة، يهيئ الأم بلبنها وحليبها، ثم يخرج هذا الإنسان لينظر إلى هذا الكون الفسيح فيعمل فيه. فكان في بطن أمه محدود الحركة، ثم خرج من بطن أمه ليكون أكثر حركة، ثم ينطلق بعد ذلك في هذا الكون الفسيح. وهكذا نلاحظ أن العناية الإلهية، أن هذا الخلق يعني دليل على وجود الله سبحانه وتعالى من خلال الإيجاد، ومن خلال الإعداد، ومن خلال الإمداد. هذه الثلاثية تدلنا على وجود الله سبحانه وتعالى. ولذلك صدق من قال: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله